1 كوب عدس بجبة أسود. 1 كوب أرز مصري. 1 كوب مكرونة صغيرة مثل الشعيرية أو الكور. نصف كوب مكرونة سباجيتي مكسرة. 2 كوب حمص مسلوق. مكونات الصلصة: الصلصة الحمراء، 4 حبات طماطم كبيرة معصورة أو مبشورة، 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم، 4 فصوص ثوم مفروم، 2 ملعقة كبيرة خل، ملح، كمون، فلفل، رشة الشطة حسب الرغبة. الدقة: الخلطة الحارة، 3 فصوص ثوم مهروس، 2 مرقة كبيرة خل، نصف موب، رشة ملح، كمون، شطة. المحمر: 2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة، زيت غزير للقلي. تحضير البصل: يقلي البصل في الزيت حتى يصبح ذهبيا ومقرمشا، يصفى ويترك جانبا مع الاحتفاظ بالزيت. أزرف سليتسي واترك فين فقط حتى يجص نضج، يصفى ويترك جانبا. طهي الأرز: يغسل الأرز ويطهى باستخدام القليل من زيت البصل مع ماء وملح، ويضاف إليه العدس نصف المسلوق. يطهى على نار هادئة حتى ينضج. سلق المكرونة: تسلق المكرونة الصغيرة والسباجيتي كل على حدة في ماء وملح وتصفى. تحضير الصلصة: يشوح الثوم في قليل من زيت البصل، يضاف الخل ثم عصير الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل وتطهى حتى تكثف. تحضير الدقة: يشوح الثوم في قليل من الزيت، يضاف الخل والماء والتوابل وتترك تغلي لدقيقة فقط. في طبق التقديم: توضع طبقا من الأرز والعدس ثم طبقة من المكرونة، يضاف فوقها الحمص، تسكب الصلصة الحمراء ثم الدقة وتزين بالبصل المحمر.